يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوس إصابته بوباء 19 معلنا تعافيه من الفيروس في ساعته الشهرية من أنصاره قبل 22 يوما من تاريخ الاقتلاع الرئاسي. ترامب الذي أكد أنه أصبح محصنا من العدوى دون أن يقدم دليلا على ذلك سيستأنف تجمعاته الانتخابية من ولاية فلوريدا على أن تليها لقاءات شعبية في بنسلفانيا وأيوا يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب. Tomorrow working very hard because this is an election we have to win. This is the most important election of our lives. The good news is I'm ready to go. I feel so good. I feel so incredible. I can't say I would have said that to you 5 days ago. ولم يفوت دونالد ترامب الفرصة لمهاجمة خصمه المرشح الديمقراطي جو بايدن ساخرا من اختبائه في القبو خشية الوباء على حد تعبير الرئيس الأمريكي. بسم الله ما شاء الله. يتقدم بايدن بفارق كبير على مستوى البلاد. بسم الله ما شاء الله. التي قد يحدد بها الناخبون هوية الرئيس الأمريكي القادم. أنصار دونالد ترامب يعتبرون خروجه بسلام من إصابته بفيروس كورونا دليلا على قدرة مرشحهم على الظفر بفترة رئاسية ثانية. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا تعمزين يزيد يعملها يعطيها رونق للعمل. هاي ترى وخر شوي عملها تصوير من بعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي ننزل عليها.